بيبدأ الفيلم بعد انتشار وباء الزومبي في العالم، وما بيكونش في أي حد عايش من البشر غير عدد قليل جدا. وبنشوف بن وصاحبه ميكو هما بيمشوا في الشوارع وسط الغابات، وده لأنهم بيدوروا على أي أكل وشرب، وكمان بيدافعوا عن نفسهم من وقت للتاني من الزومبي اللي بيظهروا فجأة في أي مكان. وبنعرف إن بن بيتأقلم مع الواقع الجديد أسرع من صاحبه ميكي، أما ميكي فبيكون مختلف عنه وبيفضل إن هو ينفصل عن الواقع من خلال الموسيقى اللي بيسمعها. وأثناء رحلتهم بيروحوا بيوت مختلفة، وما بيكونش في حد في البيوت دي، لكن لو طلع زومبي في أي بيت بن هو اللي بيقتله. أما ميكي فما عندوش الشجاعة الكافية علشان يعمل كده. وأثناء ما هما بيستكشفوا البيوت بيلموا كل الحاجات اللي محتاجينها، وبعدها بيقضوا وقتهم هما نايمين على الطريق. وبيكون واضح إن شكل العالم بعد الكارثة اللي حصلت ممل جدا، ولكن بن وميكي بيحاولوا يستمتعوا بالطبيعة اللي حواليهم. وفي يوم وهما ماشيين في الغابة بيشوفوا عربية واقفة قدامهم، وساعتها بن بياخد مسدسه وبيروح ناحية العربية، وبيتفاجئ إن في واحدة ست قاعدة في كرسي السواق، وبتكون الست دي اتحولت لزومبي وبتقرب منهم. فبيمسك بن مسدسه وبيضربها بالنار وبيخلص عليها، وبعدها بيدخل العربية وبيحاول يشغلها. ولحسن الحظ العربية بتشتغل، والاتنين بيحسوا بسعادة كبيرة وقتها، وده لأن بقالهم أيام كتير ماشيين على رجليهم، ودلوقتي بقى عندهم عربية. وساعتها ميكي بيقول لبن إن هو عاوز يروح بيت صاحبته، فبيوافق بن وبيروحوا على هناك. ولما بيوصلوا بيكتشف ميكي إن صاحبته ماتت هي وكل عيلتها. فبيدخل ميكي أوضة صاحبته وبيفضل يفتكر كل اللحظات اللي قضاها معاها، وبيكون في صور ليها على المراية، فبياخدها ميكي وبيحتفظ بيها. أما بن فبيدور على الحاجات الضرورية في البيت، وساعتها بيلاقي جهاز اتصال لاسلكي وكرسي وجيركن بنزين، فبيقرر إن هو ياخدهم ويحتفظ بيهم. وبعدها بن بيفحص العربية وبيكتشف إن هو بعد ما بيتني الكرسي الخلفي ممكن يتحول لمكان يناموا فيه، وبكده العربية تعتبر زي بيت متحرك بالنسبة ليهم. وبعدها ميكي بيفكر إن هم يفضلوا قاعدين في البيت ده، لكن بن بيرفض لأنهم لو قعدوا في البيت الزومبي ممكن يحاصروهم ويموتوهم. وبيفكروا باللي حصل معاهم لما كانوا قاعدين في بيته، ووقتها اتحاصروا لمدة 3 شهور كاملين، وده كان السبب في موت عيلة ميكي كلها. ده غير إن هم اضطروا ياكلوا من أكل الحيوانات اللي كانوا بيربوها في البيت، لحد ما في النهاية لقوا طريقة يهربوا بيها من الزومبي. وبيقول بن إن هم طول ما بيتحركوا باستمرار فده هيحافظ على حياتهم أكتر. وبعدها بيركبوا العربية وبيرجعوا بيها على الغابة. وفي يوم ميكي بياخد جهاز اللاسلكي وبيحط فيه البطارية وبيشوف هيشتغل ولا لا، وفجأة بيبدأ يسمع حد بيتكلم على تردد تاني، وبيكون صوت راجل بيتكلم مع بنت اسمها آنا، وبيتكلموا عن الطلبات اللي هم محتاجينها للمخيم. فبيحاول ميكي يتكلم معاها وبيقول إن لو في حد سمعه يرد عليه. وساعتها الراجل اللي كان بيتكلم مع البنت بيسأله هو مين، فبيرد ميكي بيعرفه بنفسه، بيقوله إن هو معاه صاحبه اللي اسمه بين، وبيقوله كمان إن هم معاهم عربية. وبيكون ميكي فرحان إن هو لقى ناس عايشين في مكان قريب منهم، ولكن الراجل اللي بيتكلم على جهاز اللاسلكي بيتجاهل كلامه وبيقول له ما يتصلش بيهم تاني. فبيستغرب ميكي لما بيسمع الكلام ده، وبيقول له ان مفيش حد حواليهم علشان يساعدهم، وبيطلب منه يعرفوا مكان المخيم ويروحوا يعيشوا معاهم. وبيعرفوا ان هم بيعرفوا يصطادوا سمك، وكمان بيعرفوا يطبخوه، وممكن يساعدوهم في اي حاجة تانية هم محتاجينها. لكن الراجل بيقول له ان المخيم مليان ناس ومفيش مكان ليهم. وبعدها بيقول له ما يحاولش يتكلم معاه تاني، وبيحذر انا من ان هي تتكلم مع ميكي. وساعتها ميكي بيغضب لما بيسمع كل ده، وبيقول له ان مهما حصل هو هيلاقيهم. وهنا بن بيتقبل اللي حصل بهدوء، وبيقول لميكي ينسى الناس دول، لكن ميكي بيرفض وبيحاول يتواصل مع انا لمدة 3 ايام، ولكن من غير فايدة. ومع ذلك بيقرر يدور عليهم علشان يوصل لهم. واثناء ما هو بيدور بيطلع عليه 2 من الزومبي، فبيتحرك بينه بسرعة وبياخد مضرب البيسبول وبيبدأ يقتل فيهم، وهو بيصرخ وبيلوم على ميكي لان هو السبب في اللي بيحصل. وفي اليوم اللي بعده ميكي بينام لوحده في العربية لان بن سابه وراح يستحمى في البحيرة. ووقتها في بنت من الزومبي بتقرب من العربية، وبيكون شباك العربية مفتوح شوية، وعلشان كده البنت بتحاول تدخل ايديها من الشباك وتمسك ميكي. واول ما ميكي بيصحى بيشوفها بيترعب، فبيبعد وبيروح للجانب التاني من العربية، وبيطلع جهاز اللاسلكي بسرعة بيحاول يتصل ببين، ولكن بين ما بيردش عليه. وبعد شوية وقت البنت بتتصاب بطلقة في دماغها وبتموت، وبيظهر ان بين هو اللي ضربها. وبعدها بيسيبوا المكان وبيروحوا يكملوا جولتهم لحد ما بيوصلوا عند بيت وبيلاقوه فاضي. ووقتها ميكي بيكون عاوز يقعد في البيت ده ويعيش حياة طبيعية زي باقي الناس حتى لو بشكل مؤقت، فبيضطر بين يسمع كلامه. وبيقضوا الليلة دي في البيت، وقبل ما بيناموا بيمسك ميكي جهاز اللاسلكي وبيحاول يتكلم مع انا، وبيطلب منها ترد عليه. والمفاجأة ان انا بترد عليه وبتقوله ان الناس اللي معاها لو عرفوا ان هي بتكلمه هيطردوها من المخيم، وعلشان كده بتترجاه ما يتكلمش معاها تاني. اما بن فبيخرج من البيت وبيروح ناحية الغابة، وهناك بيلاقي الزومبي مربوط في شجرة، فبيحرروا بن وبياخدوا معاه على البيت. وهناك بيدخلوا الأوضة اللي نايم فيها ميكي وبيقفل الباب عليهم من بره.
بره، وبيكون واضح ان بن عاوز يخلي ميكي يتشجع ويعرف يدافع عن نفسه. وساعتها بيسمع صوت ميكي وهو عمال يصرخ وبيقول له يفتح الباب، ولكن بن بيرفض وبيستنى لحد ما بيسمع ميكي وهو بيضرب الزومبي وبيخلص عليه. واول ما بيفتح الباب بيشوف ميكي والزومبي ميت جنبه، وساعتها ميكي بيكون متعصب وبيهجم على بن وبيضربه، ولكن بن بيكون مبسوط بيه لان ميكي قدر ان هو يدافع عن نفسه. وبعدها بيرجعوا يكملوا رحلتهم في المدينة، واثناء ما هم ماشيين على الطريق الرئيسي بيشوفوا عربية واقفة قدامهم، فبيقفوا بالعربية وبينزلوا علشان يشوفوا العربية دي. واول ما بيلاقوها فاضية بيقرب منها بن علشان ياخد منها بنزين، ولكن ميكي بيقول لبن ان موتور العربية ده سخن، وده معناه ان في حد لسه موقفها هنا. فبيفضل بن ينادي على صاحب العربية ولكن محدش بيرد عليه، فبيرجع للعربية تاني علشان ياخد منها البنزين، ولكن بيلاقي التانك بتاعها فاضي. وفجأة بيظهر واحد اسمه جيري وبيحط السكين على رقبة ميكي. فهنا بن بيتوتر وبيطلع مسدسه وبيصوب على جيري، ولكن جيري بيطلب منه يديله مفتاح العربية وهو هيمشي ويسيبهم. فبيحاول بن يقنعه ان هو ينضم ليهم في رحلتهم ويساعدوا بعض. فجيري بيقول له ان هم قالوا له نفس الكلام ده، ولكن بعدها عملوه معاملة وحشة وعذبوه، وعلشان كده هو مش هيقدر يثق في حد تاني. وبيقول له ان هو سرق العربية دي منهم وقدر يهرب بيها، وبيكون واضح ان هو اتعامل مع ناس قبل كده خدعوه وفقد الثقة بسببهم، وعلشان كده مش مدي لاي حد امان. ولكن ايه اللي حصل معاه بالظبط ما بنعرفش. وبيطلب جيري من بن ان هو يرمي المسدس ويديله المفتاح والا هيقتل صاحبه. فبيوافق بن وبيقول له ان هو يرمي المسدس بعيد عنه، وبيقول له كمان ان المفتاح جوه العربية. وهنا جيري بيسيب ميكي بسرعة وبيركب العربية، ولكن جيري بيكتشف ان بن خدعه والمفتاح مش في العربية ولا حاجة. فبيخرج من العربية وبيطلع يجري بسرعة، لكن بن بيجري وراه وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. فهنا ميكي بيلوم على بن بسبب اللي هو عمله، فبيفكروا بن ان جيري كان عاوز يسرق عربيتهم وحاول يقتله. واثناء ما هما بيتكلموا بيلاقوا شاحنة جاية ناحيتهم، فبيسحب بن مسدسه وبيصوب ناحية الشاحنة، وبيسأل اللي راكبين فيها هما مين. فبيلاقي بنت بترد عليه وبتقوله ان هما هربانين من الزومبي زيهم. وبعدها بتنزل البنت دي وبينزل معاها راجل شايل بندقية، وبتبدأ البنت تبص على عربية جيري وبتسألهم لو شافوا الراجل اللي كان سايقها. فبيقول لها بن ان هو حاول يسرق عربيتهم ولكن هم خلصوا عليه. فبتسأله لو قال لهم حاجة قبل ما يموت. فهنا بن بيبدأ يشك فيها وبيقول لها ان هو ما قالش حاجة غير ان هو عاوز يمشي من المكان ده. فبتقول له البنت دي ان العربية دي بتاعتهم، وبتعرفوا ان جيري سرقها منهم. ولكن ميكي بيروح ناحيتها وبيسألها لو اسمها انا. فهنا البنت بتسكت وما بتردش عليه. فبيقول لها ميكي ان هو عارفها من صوتها، وبيقول لها كمان ان هو اللي كان بيتواصل معاها على جهاز اللاسلكي. ولكن فجأة البنت بتطلع مسدس وبتضرب بن طلقة وبتسيبه في رجله، والراجل اللي واقف وراها بيهدد ميكي وبن بالسلاح اللي معاه. وبيظهر ان البنت دي هي فعلا انا، وبتقرب من ميكي وبتقول له ان هي حذرته ما يحاولش يلاقيها ولا يتصل بيها. وبعدها بتهدد بن وبتطلب منه يديها مفتاح العربية، واول ما بتاخده بترميه وسط الزارع. وبتقول لميكي يبقى يدور على المفتاح بعد ما يمشوا. وبعد ما بيمشوا بيروح ميكي يدور على المفتاح ولكن مش بيلاقيه، وده بسبب ان الليل دخل عليهم. فبيقرروا ان هم يباتوا جوه العربية، وتاني يوم يبقى يدوروا على المفتاح. واثناء ما هم نايمين بالليل بيصحوا على اصوات غريبة حواليهم، وساعتها بيلاقوا عدد كبير من الزومبي بيحاصرهم. ووقتها ميكي بيخاف وبيطلب من بن ان هم ينزلوا من العربية ويهربوا منهم، ولكن بن بيقول له ان هو مش هيقدر يجري بسبب رجله المصابة. وبيطلب من ميكي ان هو يسيبه ويهرب، ولكن ميكي بيرفض وبيقرر يفضل معاه، وده على امل ان الزومبي يبعدوا عنهم، خصوصا ان ابواب وشبابيك العربية مقفولة ومش هيعرفوا يوصلوا لهم. ولكن ده ما بيحصلش، وبيفضل الزومبي حوالين العربية لحد تاني يوم. وهنا بن بيغضب وبيقول لميكي ان هو السبب في اللي بيحصل، وده لما واجه انا ونداها باسمها قدام زمايلها. ولو ده ما حصلش ما كانش هو اتصاب وكان زمانهم ماشيين في طريقهم وكملوا رحلتهم بشكل طبيعي. فبيقول له ميكي ان هم ممكن يوصلوا اسلاك العربية ويشغلوها زي ما بيحصل في الافلام، لكن بن بيقول له ان ده بيحصل في الافلام وبس، ولو سحبوا سلك العربية ممكن تتعطل، ووقتها لو لقوا المفتاح مش هيقدروا يهربوا بالعربية. فبيقرروا ان هم يفضلوا في العربية لحد ما تحصل اي حاجة تشد انتباه الزومبي بعيد عنهم. ولكن ميكي بيتضايق من وجود الزومبي حواليهم، فبيغطي ازاز العربية بالبطاطين والهدوم علشان الزومبي ما يقدروش يشوفوهم. وبيحاول بن وميكي يستمتعوا بوقتهم جوه العربية على قد ما يقدروا، ولكن بن بيزهق وبيطلب من ميكي يروح يدور على المفتاح، وبيقول له ان هو لو ما لقاش المفتاح ما يرجعش تاني ويسيبه ويهرب. فبيرفض ميكي ان هو يسيب بن وبيقول له ان هو ملوش غيره، وبيعرفوا ان هو لو ما لقاش المفتاح يرجع له تاني. وبعدها بيخرج ميكي من فتحة سقف
سقف العربية، وبيمر وقت طويل وميكي لسه مرجعش، وساعتها بن بيبدأ يقلق على ميكي وبيكون خايف ان الزومبي يكونوا مسكوه خلصوا عليه، فبيتوتر جدا وبيفضل ينادي على ميكي من جوه العربية لحد ما بيفقد الامل وبيتأكد ان ميكي خلاص مات. ولكن فجأة بيسمع صوت ميكي من بره العربية، فبيفرح وبيفتح فتحة السقف وبينادي على ميكي علشان يدخل. وبيفرح بن اول ما بيدخل ميكي العربية، لكنه بيتفاجئ ان ميكي متوتر وخايف جدا، فبيسأله بن لو هو لقى المفتاح، لكن ميكي بيوري له ايده بيكون فيها اثار عض الزومبي. وساعتها بن بيتصدم وبيفضل يصرخ، وهنا ميكي بيعيط وبيترجى بن ان هو يلاقي طريقة ينقذه. ولكن بن بيوجه مسدس ناحية ميكي وبيطلب منه يخرج من العربية فورا، فبينهار ميكي وبيطلب منه يخلصه من العذاب اللي هو هيشوفه، وبيقول له ان هو مش عاوز يتحول لزومبي. ووقتها بن ما بيكونش قدامه حل تاني غير ان هو يقتل ميكي، وبعدها بيفضل يصرخ لان هو قتل صاحبه، ده غير ان هو بقى لوحده ومفيش اي حد هيعيش معاه ولا حتى هيقدر يخرج من العربية. واثناء ما هو بيغطي جثة ميكي بيفتكر كل ذكرياتهم اللي عاشوها سوا طول الشهور اللي فاتت. وبعدها بيمسك جهاز اللاسلكي وبيحاول يتكلم مع انا، وبيقول لها ان هو عارف ان هي سامعاه، وبيعرفها ان ميكي مات وهي السبب في موته. وبيبدأ يحكي لها على كل حاجة عملوها سوا وازاي قدروا ينقذوا نفسهم من الزومبي ويحافظوا على حياتهم، وبيعرفها بالطريقة اللي هم هربوا بيها من البيت اللي كانوا محبوسين فيه. وبيقول لها ان هو هيستخدم نفس الطريقة وهيخرج من العربية، ولو فشل في الهروب من الزومبي هيضرب نفسه بالنار قبل ما يمسكوه. ولكن لو القدر كتب له يطلع من العربية دي سليم، فهو هيدور عليها لحد ما يلاقيها ويخلص عليها. وبعد ما بيقول الكلام ده بيبدأ يجهز نفسه علشان يخرج من العربية، وبيقدر يخرج فعلا وبيبعد عن الزومبي، وبيتحرك في طريقه للمكان اللي موجودة فيه انا، وبيكون في عدد كبير من الزومبي ماشيين وراه. وبيبان من نظرات بين ان هو ناوي ينتقم لموت صاحبه مهما حصل. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل دلوقتي تشترك في القناة عشان تدعمني، وما تنساش تصلي على النبي.